الطيار يقدر يشغل ويسكر إضاءة المدرج من داخل الطيارة. لا عاد مستر طيران، قوية هذه. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج صحيح أو من الكيس. جاء حد وقال لك ترى الطيار بضغطة زر يقدر يتحكم في إضاءة المدرج. هل كلامه صحيح أو من الكيس؟ قبل لا تستعجل وتكذبه، كلامه صحيح يا عزيزي. هذا النظام اسمه Pilot Controlled Lighting أو Activated Lighting أو أركال. كيف يشتغل بالضبط؟ شوفوا معاي، هذا الطيار جاي يهبط في المساء وأضواء المدرج مسكرة والمدرج ما يبين. إيش يسوي؟ يدوس زر مايك الراديو في الطائرة 7 مرات خلال 5 ثواني، وهوبا اشتغلت الإضاءة مثل ما تشوفوا. ولا بعد يقدر يتحكم في شدة الإضاءة بالضغط 3 مرات الإضاءة منخفضة مثل ما نشوف هنا. شوفوا كيف خف الإضاءة، و5 مرات متوسطة و7 مرات عالية. طبعا هالنظام فايدته في المطارات الصغيرة اللي ما فيها برج مراقبة وتكون مطارات مو مستخدمة بكثرة، فيستخدموا هالنظام عشان يوفروا وما تكون الإضاءة شغالة دائما وهو ما في طائرات أصلا. لكن في المطارات الكبيرة اللي فيها برج مراقبة، المراقب هو اللي يتحكم بالإضاءة. لكن هل كنتوا تعرفوا هالمعلومة أو أول مرة تمر عليكم؟